السلام عليكم أخواتي، كي دايرين؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار الوصفة ديالنا هي السمك كما تشاهدوا، سمك جا رائع رائع. صراحةً كنا غادي نديروه بسطيلة، مي ما عنديش الورقة تاع لوسط العمل، وأنا نتفكر بلي البسطيلة ما عنديش، الورقة ديال البسطيلة ما عنديش اللي يقولوا، وأنا نرجعها يعني الشعرية مع السمك. يعني هاد السمك عمرناه بالشعرية وخلطنا فيه السمك، جا طبق رائع رائع بامتياز. إن شاء الله يعجبكم. طبقوا معايا الوصفة وشوفوا معايا الوصفة بالأول حتى الآخر باش نشوفوا كي جانا هاد الطبق ديال السمك الرائع. أخواتي، هنا عندي لي زانغريديون اللي غادي نديرو لهاد السمك. عندي جوج سمكات، جوج سمك ديال الدوراد متوسطين، وعندي الشعرية الصينية، وعندي سمك ديال الصول، وعندي الكروفات، تومة، البصلة، واحد البصلة، وعندي لي شامبينيون، عندي الجزر، وعندي واحد جوج واحد شوية الجزر، وربطة ديال المعدنوس، شامبينيون يابس حامض، جوج كورجات خضر. ودابا غادي نبديو في العمل. هنا كانوا يعاونوني خواتاتي. هنا يعني بدينا صافي نشتغلوا في العمل. اللي يحك الجزر واللي يصوب السمك. هنا بدينا نقطعوا الجزر كما تشاهدوا. يعني هاد الوصفة كنا غادي نديروها بسطيلة كما قلت لكم، وكما تلاقيناش الورقة احنا نقلبوها على هاد الطريقة. يعني درنا سمك عامر. هنا قطعنا المعدنوس كما تشاهدوا، المعدنوس على يجي هكا رقيق باش نبديو نديرو هذا الثومة حامض. الثومة قطعناها رقيقة على كما تشاهدوا، درنا الحامض، المعدنوس شلضناه، وغادي نزيدو البهارات باش ديرو هذه هي الشرمولة ديال الحوت اللي ضروري ديروها. تقدروا ديروها حتى يعني ديروها في لا ماشين ديالكم ديال اللي طحن لكم القزبر والمعدنوس، ولا ديروها يعني بيديكم هكا. واحد 3 ديال الدروسة ديال الثومة، نص حامضة ولا حامضة، المعدنوس كما تشاهدوا واحد 3 ديال المعالق حتى 4. شحال ما كان عندنا هاد الشرمولة يعني بالياسر تكون مزيانة. هنا شوية قزبرة ناشفة، لي زيبيس، شوية الإبزار، شوية كمون، شوية التحميرة الحمراء، والملحة، وزيت الزيتون. ونحاولوا نديرو نمعسو شوية نحركو هاد الخلطة باش هي اللي غادي ندخلوها نشرملو بها الحوتة ديالنا. الدورادات زوج غادي نشرملوهم بهاد الشيء. وهاد التشرمولة غادي نديروها في كلشي، نديروها في الكروفان، نزيدوها شوية في البصلة، نزيدوها يعني هادي غادي يعني قلت لكم شحال ما كانت شوية بالياسر تكون شوية بزاف تكون مزيانة. شوية الهريسة، واحد نص معلقة هريسة، والبابريكا الحمراء، الملح. صافي غادي نديرو شوية زيت الزيتون ونحاولوا نخلطوا هاد الشرمولة ديالنا. الشرمولة ماروكان هذه هي ديال الحوت. الشرمولة تجي رائعة رائعة وتكون حامضة، يعني نديرو حامضة وحدة. هنا حكينا الجزر، حكينا الكورجات. وبدينا هنا درنا لها هاد الدوراد، درنا له واحد 3 ديال هكا، قطعنا هكا في الوسط 3 الفلحات، ونبقاو نحاولوا ندخلوا هاد الشرمولة في دوك الفلحات اللي كي درنا، ونديروها تاني نديرو تاني في الداخل
هذه هي التشرمولة اللي غادي تعطي للسمك البنة ويجي بها رائع السمك. يعني كلشي نحاولو نخليولو داك هذا. هنا ديك كي سميتها الكروفات درنا شوية الزبدة في المقلة ودرناها شوية غير شوية حمار باش نحلها الغلاف ديالها ونقطعها صغيرة، مبغيتش نسلقها. وإلا كان عندكم السمك ديال الذرات كبير يكون أحسن، أنا هنا عندي غير متوسط. كما تشاهدوا الجزر، كورجات، الشامبينيون قطعناه على هاد الشيء والكروفات، يعني نحاولو ثاني نقطعوه حيت باش ندخلوه في. قطعنا هاد الكروفات صغير، شوية غادي ندخلوه في السمك وشوية غادي نخليوه في ديك نديروه مع يعني هو اللي غادي يجي مع الشعرية الصينية اللي غادي ترافق لنا هاد الطبق ديال السمك. كروفات هكا كما تشاهدوا على 3 ولا على 4. هنا زدنا شوية الشامبينيون اليابس، ما استعملناش كامل، زدنا غير شوية حيت كان عندنا الشامبينيون طري، حتى هذا يعطي البنة مزيان، يجي رائع. درت شوية الماء وخليته حتى الماء صافي بقى غلا الماء، وطفيت عليه وخليته يكمل تيابو تما في هذاك الماء. هنا زدنا لديك الخلطة زدناها الكروفات، بعد ما قطعناها زدنا لهذاك واحد المعلقة ولا معلقة ونص. ودابا غادي نديرو البصيلة ديالنا في المقلة، غادي نديرو الصول الأول. الصول راه فيه السا يطيب، مام 3 مينوت يكون طايب، ونحاولو منخليوش طايب حيت فيه السا يطيب، نديرولو واحد 2 دقايق ولا 3 ونحيدوه. أخواتي هاد الطبق ديال الشعرية مع السمك ورافقناه بالكروفات ورافقناه بالخضر، كيجي هاد الطبق رائع ولذيذ. نتمنى أخواتي تجربوا هاد الوصفة وتردوا عليا الخبر. هاد الطبق نحاولوا نشرملو مزيان هاد البصيلة حتى تحمر، زدنا لها شوية الملح باش تزيد تذبل الكيسة، زدناها غير فوق هداك الماء ديال السمك، وغادي نديوها ونرجعوها في الآخر نزيدو لها شوية الزيت باش تزيد تحمر. هذا هو الشامبينيون صافي، راه يعني كنت طافية عليه دايرة في داك الماء السخون. هنا زدت شوية شامبينيون اليابس في هاد المقيلة بعد ما درنا الكورجات والجزر. هذا ثاني زدنا له واحد المعلقة ونص ديال ديك التشرمولة اللي درناها بالأول. صافي درنا الشعرية، زدنا الشعرية على داك الجزر والكورجات والشامبينيون اليابس. ثاني غادي علاش قلت لكم غادي نكثروا بها حيت نسحقوها بزاف. زدنا ثاني هاد الشرمولة الشعرية ديالنا باش نسموها باش ما تجيش غير بيضة، نزيدو لها التشرمولة ديال اللي درناها بالأول، وغادي نحاولو ندخلو لها مزيان هاد الخليط اللي راه فيها، نحاولو نحركوها مزيان ونخليوها على نار متوسطة وحنا نحركو باش تشرب الصوص ديال الخضر اللي راه طيب معاه. وكانت عندنا هاد الطبق ديال الشعرية كان عندنا بزاف، يعني مشيت درت بها واحد شوية ديال لي غولو ديال يعني عمرت واحد شوية به الحوت،
وواحد شوية خليته باش نديروه مع الحوت كي نطيبوه، والنص الآخر درتو في لي غولو، درتو غولو باش نديروه مع الوصفة ديال الحوت. هنا صافي دوك الحوتات الدورادات درنا لهم شوية الصول، هذا الصول، داك الصول الأبيض اللي كنتو تشوفوه، يعني بعد ما درناه شوية طيبناه، خليناه هاكا يعني دي مورسو، وزدنا عليه الشعرية اللي كانت طايبة صافي، حاولنا جمعناه بهادي، ولكن كي جينا نديروه في الكاغط يعني هاد العيدان يقدو يقطعو لنا الكاغط، ألور حيدناهم، حيت غادي نجمعوها غير في الكاغط ديالها، يعني بلا ما نديرولها دوك درنا هنا شوية زيت زيتون الفوق صافي، وغادي نديروها نجمعوها على هاد الشكل، ونزيدو لها الورق ديال الألمنيوم، ونديروها في الفرن طيب. تاني درنا نفس الشيء، درنا السمكة الثانية شوية الحوت ديال الصول، الشعرية صافي، وغادي نجمعوها ونغلفوها بالكاغط الأبيض، ثم ورق الألمنيوم، وندخلوهم الفرن يكملوا طيابها. يعني تقريبا كلشي طايب غير الحوت غادي فيسا يطيب. هنا لي غولو درنا واحد شوية ديال لي غولو، الشعرية اللي بقات. وهذا هو الطبق ديالنا أخواتي، قربنا على النهاية. هذا لي غولو اللي درنا مع الشليضة مع الحريرة، طبق رائع يتمشى مع الحريرة، واللي غولو جاو رائعين. وهادو هما السمكات بعد ما خرجناهم بالفور، شوفوا لي على المنظر ديالهم كيشهيو، رائعين رائعين، يعني معمرين بالشعرية لداخل. وديك الطبق، داك الشعرية اللي باقية يعني درناها فوق هذا السمك. طبق جاء رائع رائع جدا كما تشاهدوا اخواتي. الى وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش ديروا لنا لايك وديروا لنا جيم، بارطاجيو الفيديو ديالنا، وان شاء الله نتلاقاوكم في فيديو جديد. وما تنساوش لايك. وكنقول لكم كنشكر اللي انضافوا معنا، وكنشكر بزاف اللي يخليو لنا التعليق ويديروا لنا لايك، كنشكركم بزاف. وهذا هو الطبق ديالنا اخواتي، نتمنى تجربوه، كيجي رائع. هذا الطبق ديال السمك والشعريه كيجي رائع رائع جدا. زدنا له